نعم. يا سيدي حكيت مع الراجل تو. ايه. وقال لي باي حاجة تو نمشي نبعث الرسالة ورد عليك انت ساعتين واستنى منك. قلت شنو اللي تستحق انك تموت وتستحق التدمر؟ قلت لك ما قلت لك قلت لك. ايه. تو يا سيدي قالوا لي اللي يقود في العمليات غادي العسكرية واحد عقيد ولا عميد اسمه محمد حسين حميدة، كان في الصاعقة مع الفتاح. هذا في وين فيه؟ في مصراتة. محمد حسين حميدة من جماعة الجيش كان في الصاعقة مع الفتاح. نعم. وفي واحد اخر عقيد اسمه سالم مشحاح من جماعة التلفزيون. عارفه. ايوه. صح. محمد حسين حميدة وسالم مشحاح هم اللي في صح صح. وانت وش يقول الراجل؟ شو حسيت منك؟ في معلومات يقول خليفة حفتر والحبوني خشوا من ساعة تو. هذا الاخر كلام كلام عمران زني. لا 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 تأكد ما شاء الله. تأكد منه توجد أنا أتأكد منه بطريقة. وهذا شو حسيت منه؟ حسيت منه هذا حسيته يقول أنا موافق معاك وكلامك صح ومش عارف شنو بيبين لي إن أول قرار مش عنده عرفت؟ ايه. فقلت له باهي قال عدي قلت حق انها ندمر عليهم ثلاثة والله. قلت له والله قلت ايه. قلت له يا رايس انت بتخش في البحر من الدم انت راك مش متخيل يا محمد. ايه. وممكن انت بروحك تدفع الثمن. ايه. اولادك وسطك وبيتك وقصتك ومصنعك وقصتك والحليب معاش ابدا حليب جيب لي. ايه. يا راجل تكرم هالنهار الحرب يا راجل الله ربحك عدي يا راجل احكي مع جماعتك احكي يا جماعه. كلمت سليمان قلت له يا جماعه سليمان كان مهلكم، كلمت علي قلت له علي كان مهلكم. وتو بنحرك فتشات وان قالوا قاعد في مصراتة بنقول نفس الكلام عرفتوا؟ يا كل يعني قصدي شو اللي تحق انها تدمر عليها مدينة مكلفتنا مليارات؟ والله ماني عارف. وشو اللي تحق ان يموت عليها ناس؟ شو يعني شو الموضوع يعني بس؟ شو الموضوع يقولون عليه؟ ايه بالضبط. هذا تو نعارفه ونعيده. تمام.